في حاجات لازم كلنا نعملها، يلا. ولو بنعملها من واحنا صغيرين لما هيبقى سننا كبير هنلاقي نتيجتها مرضيه لينا جدا. تمام. ببساطه ان سننا مش هيكبر بسهوله. هنأخر تقدم السن بالزبط. او علامات تقدم بالزبط. السن على البشره بالظبط. زي مثلا 1 و2 و3 شرب الميه، الترطيب المظبوط. الترطيب المظبوط للبشره بيبدأ من شرب الميه. اني اشرب ازاي الميه؟ مش اشرب ازازه ميه كل شويه، اشرب كوبايه ميه كل ساعه. صح. ده المعدل المظبوط لشرب عشان الميه، عشان الجسم يستفاد، يتروي ويستفاد. لكن لو شربت مره واحده كميه ميه كتيره هيفقدها الجسم على طول مره واحده. بالظبط. المشكله دي نصيحه يعني دقيقه يعني. المشكله حضرتك ان احنا بنيجي في فصل الشتاء غصب عننا نقلل شويه من شرب الميه. صح. علشان طبعا الدنيا بتبقى برد ومش عايزين كتير، مش عطشانين زي الاول، مش عايزين على طول رايحين جايين على التويلت، مش عايزين عايزين حياتنا تبقى طبيعيه بره البيت، مش عايزين نبقى مش مرتاحين. فبنقلل شويه من شرب الميه. صح. اوكي، لو هنقلل شويه كوبايه او 2، انما مش هنقلل بالمعدل اللي يخلي البشره تجف، خصوصا وهي اصلا بتجف في فصل الشتاء عن الصيف. بالظبط. وهنستعوض عن ده ببعض المرطبات الخفيفه. انا برضو عايزه اوضح لحضرتك حاجه، ان ترطيب البشره هو شيء اساسي في ان هي ترجع بالسن لورا. بس عايزه اقول لحضرتك ان الترطيب نفسه سلاح ذو حدين. انا لو استخدمته زياده عن اللزوم هو نفسه ممكن يأذي البشره. ازاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك، الترطيب الزياده البشره دهنيه مثلا ممكن يساعد على ان الحبوب تزيد فيها. صح. الترطيب الزياده لبشره متعادله ممكن يحولها شويه الى دهنيه في بعض فصول السنه. صح. زي الصيف. فاحنا الفكره كمان في الترطيب اني اختار المرطب المناسب لكل نوع بشره. بالزبط. مش هو ازازه مرطب كلنا بنستخدمها طبعا. لا. او نروح الصيدليه انا عايزه او كريم مرطب. دي ظاهره اخرى، دي حاجه تانية خالص. احنا بنبقى كاتبين حاجه والصيدليه بترشح حاجه تانية، حاجه تانية خالص. بالزبط. لا، هو اللي كاتب دكتور كاتب دواء هو عارف كاتبه ليه. بالظبط. هو عامل مثلا ممكن يكون طبعا الدكتور الصيدلي دكتور طبعا. بس هي الفكره ان ممكن الدكتور البشري يكون عامل حاجه او عامل للكلاينت دي تقنيه في العياده. بالظبط. محوله بشرتها. زي مثلا التقشير. اقول لحضرتك مشكله مثلا ممكن احيانا بتواجهني انا شخصيا، لما بنكون عاملين لبشره تقشير احنا محولينها ايا كان نوعها ايه الى بشره جافه. فبالتالي دايما لما بنلجأ لكريم الشمس بنفضل انه يكون في صورة كريم مش فلويد. بالظبط. ممكن تكون السيدة دي او البنت دي ممكن تكون متعودة ان هي في حياتها العادية بالظبط محتاجة تستخدم او الاصلح ليها فعلا الفلويد. بالظبط. بس انا دلوقتي عاملة لها بروسيديور في العيادة بالزبط. متطلب انها تستخدم الكريم. يبقى المفروض انها تشتري الحاجة او تجيب النوع المنتج اللي كاتبه الطبيب المناسب في هذا الوقت. بالظبط، لانه عارف هو عامل ايه كعلاج. تمام يا دكتور.